ساعات احنا كمنتقبات بيجيلنا حالة كده من الزهق الغير مبرر من النقاب، مش من حاجة تانية، من النقاب. وقبل ما اكمل مش عايزة البنات الفاضلات اللي ربنا من عليهم بالثبات في الدين يدخلوا يقعدوا يتكلموا كلام. خلينا في مغزى الفيديو، بعد كده نبقى نعلي على بعض بعدين، يعني ممكن نعمل شات نعلي على بعض فيه، ما عنديش مشكلة. ساعات بنزهق من النقاب، بنزهق من شكلنا، من لبسنا، بنبقى مخنوقين عشان الجو حر، بنبقى مش مبسوطين، مش عارفين نخرج، بنبقى حتى لخبطه هرمونات مخليانا مش فاهمين احنا عايزين ايه، عندنا مشاكل في البيت، عندنا مرض، عندنا تعب، ايا كان السبب. ممكن نحترم الفتره دي، ممكن ما نثقلش على نفسنا وما نثقلش على غيرنا كمان. لو واحده منتقبه ما نوصلهاش الاحساس، خلينا في نفسنا دلوقتي. ازاي ان انا مثقلش على نفسي في الفتره اللي انا احس فيها ان انا مش متقبله النقاب اصلا؟ اول حاجه، يا ريت ما تزنقيش نفسك في مشاوير وخروجات واجتماعات ومقابلات ونزول في الفتره دي. حاولي ان انت تكوني محايده مع نفسك، منصفه ليها شويه. انا زهقانه والله، فهضطر لو هخرج بده، مش هخرج من غيره. طب انا مش عايزه ده، لا استنى شويه، احاول اجل اي خروجه لحد لما اهدى، اعرف انا عايزه اعمل ايه عشان ما اخدش القرار على الفاضي. اعرف بنات كتير صحابي قلعوا النقاب فعلا عشان فتره زهق جات لهم، كان ممكن ان هم يعوضوا الفتره دي او ان هم يقدروا يساعدوا نفسهم بحاجات كتير، الا انهم يقلعوا النقاب وقلعوا النقاب وندموا ولبسوه تاني. طب ليه كان من الاول؟ اول ما تحسي بفتره الزهق دي حاولي تحددي السبب. انا زهقانه من النقاب ليه؟ ايه اللي مخليني زهقانه منه؟ مش حابه شكله، خامته وحشه، ستايل لبسي مش حلو، انا اصلا زهقانه. طب انا عندي مشكله هي اللي اثرت عليا ولا ايه اللي حصل؟ حاجة كمان مهمة، ساعات احنا بنكون في حتة الالتزام قافلين على نفسنا في الجانب التاني الخاص بينا، احنا بقى قاعدين في بيتنا قافلين كمان. يعني انت مش حاسة بسنك، مش حاسة ان انت بنت، مش بتحطي ميك اب، مش بتلبسي، مش بتعملي اي حاجة، فحاسة ان انت مقفولة ومخنوقة، فبيتظني بقى ان انا لما اقلع النقاب ياه انا بقى هبقى ايه، البت الجامدة. طب ليه ما تجربيش في وقت الزهق ده تعملي الحاجات اللي انت بقالك فتره ما عملتيهاش؟ روحي كوافيره مثلا. طبعا احنا مش بننص، احنا اتفقنا مش بننص، يعني مش بنعمل حواجبنا، مش بنشيل فيها شعر. عايزه تصبغي، عايزه تعملي براحتك، لكن ما بنشيلش منها. روحي كوافيره مثلا، اشتري ميك اب جديد، البسي لبس خروج، اشتري لبس خروج البنات بتلبسه عايزه تخرج بيه وقعدي في البيت. حطي مانيكير لو مثلا مش بتصلي، او حطيه ما بين الصلوات وشيليه بالاسيتون عادي، مفيش مشكله. غيري نمط حياتك في الوقت ده. وحاجه مهمه جدا، لما تكوني واصله للحاله الصعبه قوي دي من ان انت مش حابه النقاب او مش حابه شكلك فيه، بلاش تروحي تقولي لحد انت عارفه انها هتبقى مهاجماكي طول الوقت، او عايزه تبينك ان انت شخصيه مستهتره بدين الله، مستهتره بزي الدين والزي الاسلامي والكلام الكبير اللي انت اصلا ممكن تكون يعني ما فيش اي حاجه منه. حاولي تدوري على حد يكون قريب منك عشان يبدا يتكلم معاكي بدماغك ويفهم انت الحاله دي واصله لك ليه، بناء على ايه، ويساعدك صح، ويساعدك انك تاخدي قرار صح علشان تبقي على موقفك. يا تكملي فيه وانت مرتاحه، يا تقلعيه وانت مرضيه ومبسوطه وعارفه انك مش هتعملي حاجه غلط بعديه. مع ان فكره ان انت تقلعي النقاب ده هتخليكي تنزلي في حاجات كتير، ودي مش موضوعنا دلوقتي. بس يا تكملي وانت مبسوطه، يا تقلعي وانت مرتاحه.